السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت معكم فيديو جديد ومقطع جديد. مقطع اليوم نتكلم عن طريقة تساعدك على تحقيق ال4000 ساعة أو على تحقيق الربح. ولكن قبل ما أبدأ بشرح الطريقة أتمنى منكم تضغطون لايك واشتراك، لأن بصراحة والله جد صاير أتعب عن هذه الأيام صراحة في اليوتيوب. أتمنى أن تقدرون تتابعي مجرد لايك واشتراك أو لايك وتعليق حلو، أي شيء بيكون حلو من عندكم. وبس والله ندخل على الشرح على طول. اوكي، زي ما شفتوا في العنوان كيف تحقق ال4000 ساعة باسبوع وممكن حتى اقل من اسبوع. هي طريقة الطريقة طبعا ما تشتغل الا على الكمبيوتر او على اللابتوب. تمام. طيب ندخل على الطريقة على طول، كيف تسويها وكيف تحقق ال4000 ساعة. اول شيء ندخل جوجل كروم، بعدها تضغط على الصورة اللي هنا واللي هي صورة حسابك اللي انت مسجل فيه جوجل كروم، وننزل تحت وتضغط على كلمة اضافة. لما تضغط على كلمة اضافة بيجيك الواجهة هذه، تعطيها المتابعة بدون حساب، ثم تكتب اي شيء مثلا حركسي انا بكتب، تعطيه تم. بعد ما تعطيه ما العفو بعد ما تعطيه تم بتجيك الصفحه هذه زي جوجل كروم ولكن صفحه جديده وما انت مسوي فيها اي شيء. بعد ما تجيك الصفحه هذه تضغط على الثلاث نقاط وتعطيه نافذه جديده للتصفح المخفي، ثم تجي هنا وتحذف الصفحه الاولى ونرجع على التصفح المخفي اللي سويناه. تمام. الى الان تمام، كل شيء فاهمين. نجي على الصفحة حق التصفح المخفي أو المتخفي وتكتب يوتيوب. أنا تكتب youtube.com يدخلنا على موقع اليوتيوب. ما يدخلك على موقع اليوتيوب. طبعا نتي شوي ضعيف، أنا جدا آسف، بس إنه وش أسوي يعني هذا النت، فبوقف. أوكي الحمد لله اشتغل. طيب تكتب ريبو HD أو تكتب العفو اسم قناتك يعني، والقناة اللي تبغى تزيد فيها ساعات الربح وساعات المشاهدة، فتروح على قناتك. وهنا أهم شيء يا إخوان، تضغط على تشغيل الكل. تشغيل الكل إيش فكرة الطريقة؟ إنه بتروح بحساب ثاني أو جوجل كروم ثاني علمتكم كيف تسوون إضافة وتسووه تصفح مخفي، ثم تروحون على قناتكم وتضغطون تشغيل الكل. بعد ما تضغطون تشغيل الكل تروح على الإعدادات، تخلي السرعة أقل شيء. اللي يسأل ليه السرعة لازم تكون أقل شيء، إخوان كل ما صارت الحين أنا سويت سرعة 0.25، معناتها الوقت أو ساعات المشاهدة بتتضاعف 4 أضعاف. يعني الحين المقطع مثلا المقطع 10 دقائق بيحسب لي 40 دقيقة. تمام. إيش الطريقة؟ بعد ما يخلص الفيديو هذا على السرعة 0.25 تلقائيا بيروح على الفيديو الثاني اللي عندك في قناتك. طبعا المفروض تكون منزل مقاطع كثيرة، عشان يعني مقاطع كثيرة تكون ممكن ساعتين مجموع المقاطع، أو إنك تنزل فيديو واحد يكون ساعتين أو 3 ساعات وتخلي السرعة على 25. بعد ما يخلص من الفيديو هذا بيروح على المقاطع الأخرى في قناتك. مثلا قناتك مجموع المقاطع، مجموع الساعات اللي في المقاطع مثلا ساعتين، هو بيشوفها كلها زائد إنه بيضعفها 4 مرات، لأن السرعة 0.25. مثلا إذا مجموع مقاطعك تساوي ساعتين بيضاعف 4 مرات، بيصير عندك 8 ساعات، بيحسب لك 8 ساعات. بس ما انتهينا بطريقة مو كذا وانتهت 8 ساعات وخلاص، لا، بترجع على جوجل كروم الأول اللي هو ذا، وبتسوي يا إخوان 10 حسابات من زي أول. يعني تضغط هنا تسوي 10 حسابات وتخليها تصفح مخفي زي هذا، ويصير نفس الطريقة، ولكن نسوي 10 أو 20 حساب. كل ما زدت الحسابات كل ما يعني ساعات المشاهدة زادت أكثر. خلاص الطريقة جدا سهلة، هذه فقط الطريقة. ممكن في يوم واحد تقدر مثلا إذا أنت مجموع مقاطعك 5 ساعات بيطلع لك في الحساب الواحد مثلا 20 ساعة. طيب 20 إذا أنت مسوي 10 حسابات مثلا بيطلع معك تقريبا 20 في يعني ممكن 2000 ساعة أو 1000 ساعة. فأنت يا إخوان تقدرون، صدقوني تقدرون بأسبوع واحد أنتم مخلصين على 4000 ساعة. طريقة جدا فعالة وطريقة ترى قانونية وما أي مشاكل، وما راح تواجه مشاكل يوم تقدم على تحقيق الربح. وإن شاء الله كلكم تحققون الربح وتنجحون في اليوتيوب. بس والله هذا اللي كان عندي، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة إذا استفدتوا. مع السلامة.